مساء الظلم الموزع بالتساوي، وأهلا بيكم في نشرة أخبار الشغل. النهاردة معانا قصة جديدة عن شركة قررت تعاقب كل الناس عشان واحد غلط. في شركات لما موظف واحد يغلط بيخصموا من كل الفريق. ليه؟ مش لأن الباقيين شاركوا في الغلط ولا حتى سكتوا عليه، لكن عشان السياسة بتقول نخوف الكل عشان محدش يتكبر. التبرير؟ انتوا كلكم مسؤولين عن بعض، وده نظام الفريق الواحد. بس الحقيقة هو مش نظام فريق، هو نظام تحطيم جماعي مقنن. المجتهد بيتعاقب مع المهمل، واللي بيصحى بدري بياخد نفس العقوبة مع اللي غايب نص الوقت. موظف في قسم الدعم الفني أخطأ في رد على عميل، الشركة خصمت من كل الطاقم. ليه؟ المدير قال كان لازم تراجعوا بعض، وكأن كل واحد مطالب يفتش في شغل زمايله قبل ما يركز في شغله. في حالة تانية موظف اتأخر في تسليم تقرير، النتيجة البونص بتاع الفريق كله اتشال. اللي قدم شغل زيادة واللي غطى على المتأخر كله راح عليه. العدالة مش إنك تساوي بين الناس في العقاب، العدالة إن كل شخص يتحاسب على شغله وعلى شغله بس. لكن لما الغلط يتحول لذريعة